ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الكرواسون اللي انتوا شايفينه ده هنعمل مع بعض النهارده. الكرواسون اللي انتوا شايفينه ده باسهل طريقه اقتصاديه بدون توريق، في دقايق هنعمله. وهنعمل كذا حجم زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. جميل جدا. انا حشيته شوكولاته عشان يبقى زي المولتو كده، مش هياخد مننا وقت خالص ولا تكلفة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، دي قناتي سكر ودقيق، ما تنسوش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنجيب كوبايتين حليب دافي نحطهم في البولة بتاعتنا، ونحط معانا كيس خميرة اللي هي الخميرة الفورية، طبعا كلنا عارفينها يعني، وكمان معلقتين سكر. ونبدأ بقى نجيب المضرب اليدوي بتاعنا او معلقة حتى، ونبدأ نقلبهم لحد ما يمتزجوا مع بعض. نعرف منين ان الخميره تمام؟ بتطلع فقاقيع معانا وانتي بتقلبيها كده. بعد ما بيتقلب مع بعض الخميره والسكر وكده بتلاقي فقاقيع في اللبن، تعرفي كده ان الخميره شغاله تمام. تبداي تحطي بقيه المكونات بتاعتك. بعد كده بقى هنجيب كوبايه زبادي ونحطها، وبرده واحنا شغالين بنقلب المزيج كله مع بعضه، ونحط شويه ملح حوالي معلقه مع التقليب برضو. بعد كده بقى بنبقى نخلين 3 كوبايات ونص دقيق، حوالي 3 كوبايات ونص. 3 كوبايات ونص دول بيدونا حوالي نص كيلو دقيق، لازم ننخله. طبعا نخل الدقيق دوت مهم جدا ومن اساس نجاح العجينه. انا بنخله مرتين كمان، مش مره واحده، يعني مرتين قبل ما احطه في العجين. وابدا بقى اقلبه، بحطه على مرتين مش على مره واحده. بمزجه بالمعلقه، وبعد كده بقى بكمل بقى تقليب عشان نبدا نعجن. ولو عندك حليب بودره، انا بحب احط حليب بودره مع العجين. ليه بقى؟ هو بيعزز الطعم، يعني بيديه طعم جميل كده. ماشي. وبرده نبدا بقى نقلب. انا بستخدم دي جميع الاستخدامات دوت. النوع ده ممتاز جدا، ده بستخدمه في كل المعجنات بتاعتي. لان طبعا انت لو جبتي مثلا دقيق الخبيز لوحده ودقيق البيتزا لوحده، دي ده بقى غالي جدا دلوقتي، فبتستخدمي جميع الاستخدامات. لما بتوصل العجينه للشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتحطي عليها حوالي نص كوبايه زيت. زيت يكون نوعه كويس، يعني نوع نظيف ملوش ريحه، يعني مش يعني زيت يكون نظيف. وهنبدا بقى نعجن العجينه بتاعتنا حوالي 10 دقايق. لازم ندي العجينه حقها برضو. من اساسيات نجاح العجينه انك تديها حقها في العجن. ما دام مفيش عجان، انت شغاله بدون عجان بايدك، بتعجني حوالي 10 دقايق. وبعد كده بنجيب بقى البوله اللي كنا بنعجن فيها وبندهنها زيت، ونحط العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها كده، ونغطيها حوالي ساعه. لو احنا الجو حر بتاخد ساعه، لو الجو برد شويه بتاخد حوالي ساعه ونص، وممكن اكتر كمان تبع الجو. بعد ساعه طلعت العجينه بالشكل ده، شايفين نفشت ازاي. هنبدا بقى نفرغ منها الهواء، ان احنا بنديها البوكس اللي بيقولوا عليه ده، بتفرغي منها الهواء. وبعد كده بقى بنجيب على الرخامه او مفرش العجين، لو مش متواجد عندك بتشتغلي على الرخام عادي. وهبدأ بقى افردها بالنشابة. شايفين بفردها كده معايا. طبعا انا بحط على مفرش العجين او على الرخامه دقيق عشان يبقى يسهل معانا الفرد. وبعد كده هنجيب شويه سمنه او زبده من عندنا وندهن بيها العجينه كلها. طبعا دوت عشان خاطر يسهل عليكي التوريق، بدل ما تبداي تعجني وتحطي التوريق الكرواسون دوت التوريق وبياخد اكتر من كده. فاحنا حبينا زي ما قلت لك في اول الفيديو نخلي الموضوع سهل. وبعد كده بنطبقه ونغطيه ونسيبه يستريح حوالي من ربع لنص ساعه. بنطلع بقى العجينه معانا بتبقى هشه اكتر. دي الكميه بتاعتنا. انا هقسمها نصين وهشتغل على كل نص لوحده عشان تبقى سهله يعني. هرش تاني دقيق على مفرش العجين. وهبدأ بقى اجيب النشابة بتاعتي واعمله مستطيل، يعني افرد العجين مستطيل. طبعا انا بحط دقيق تحت عشان تبقى الفرد سهل. بعد بقى ما خلصته بشيل بقى تحت بس من الجناب كده عشان اظبط الدنيا، وببدأ اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي مثلثات كده عكس بعضه من فوق. يعني بتجيبي من فوق حته صغيره بتبقى واسعه من تحت، وبعدين تجيبي العكس بالطريقه اللي انت شايفاها دي، يا اما مثلا بسكينه يا اما بقطعه البيتزا. انا قطعه البيتزا بتبقى اسهل يعني. بنجيب بقى واحده واحده كده، ونجيب الشوكولاته اللي عندنا، نوتيلا او سما اي نوع يعني، وبنقسمه من فوق
بالقطعه كده حته صغيره خالص عشان ايه يدينا الشكل بتاع الكرواسون. ونحط الشوكولاته ونلفه بالشكل ده. زي ما قلت لك انا هعمل كذا حجم اهو، شايفين الفتحه الصغيره دي؟ عملت كذا حجم، في كبير وفي صغير. طبعا في الاخر يبقى جميل جدا. اهم حاجه طبعا الطعم. والاحجام دي طبعا عشان في ناس تحب تاخد الكبير، في يحبوا ياخدوا مثلا الصغير ده معاهم المدرسه. هنبدا بقى نخلص الكميه كلها. انا خلصت الكميه كلها اهي قدامكم. طبعا هي دي نص الكميه، ده النص اللي انا عملته. بحطه بقى برضو، بسيب العجين يستريح شويه تاني حوالي ربع ساعه، واجيب بقى معايا شويه حليب وصفار بيضه واقلبهم، وابدا ادهن وش الكرواسون عشان يدينا اللون الجميل اللي بيبقى طالع بيه من الفرن. وبعد كده هنحطه معانا في فرن متقلش درجه حرارته عن 180 درجه. الفرن في المعجنات درجه الحراره ما تقلش عن 180 درجه. اهو ده بقى شكله. طبعا هو شكله احسن من كده بكتير. ده شكله النهائي بعد ما طلعناه من الفرن. بياخد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. انت بتفتحي عليه بعد ربع ساعه، لقيتيه محتاج الشوايه بتديله الشوايه حاجه بسيطه، مش محتاج الشوايه خلاص. بس زي ما قلت لك اهم حاجه درجه حراره الفرن ما تقلش عن 180 درجه. ده شكل النهائي جميل مورق، حاجه كده جميله. وبكده نبقى عملنا الكرواسون باسهل طريقه بدون اي افتكاسات، واحلى كمان من بتاع المحلات. اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه وتقولي لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله